انولد الإمام علي عليه السلام سنة 599 ميلادي، تحديدا بمكة المكرمة بعصر الجاهلية، يعني قبل ما يجي الدين الإسلامي. الإمام علي يصير ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أم الإمام علي اسمها فاطمة بنت أسد، وأبوه اسمه أبو طالب. أبوه اللي اسمه أبو طالب هو اللي ربى النبي محمد، لأن مثل ما تعرفون أنه النبي محمد يتيم، فتربى ببيت الإمام علي عليه السلام. طبعا ولادة الإمام علي غريبة كلش، وصارت بيها معجزة مو طبيعية. اكو رواية قريتها تقول أم الإمام علي من صارت حامل بيه ورا 9 أشهر صار عندها ألم مال ولادة، فتوجهت للكعبة. بوقتها الكعبة كانت بيها أصنام، والدين الإسلامي بعد ما نازل، فوقفت أم الإمام علي يم الكعبة وقالت: اللهم إني أسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وبهذا المولود الذي في أحشائي، الذي يكلمني ويؤنسني في حديثه. فاللي كانوا واقفين يمها استغربوا، شلون يعني يحدثها، وشلون طفل ببطنها يحاكيها؟ فظلت تدعي يم الكعبة. على فكرة أبو الإمام علي وأم الإمام علي والرسول كانوا كلهم موحدين، يعني ما يعبدون أصنام بذيك الفترة، كانوا يتبعون دين النبي إبراهيم. فعموما أم الإمام علي ظلت تدعي يم الكعبة، فالناس بوقتها يقولون ورا شوية انشقت الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصار بيها فتحة، فدخلت أم الإمام علي بهاي الفتحة، وأول ما طبت انسدت. وبوقتها يقولون حاولنا نفتح باب الكعبة ما تنفتح، وعلى حسب الرواية ظلت أم الإمام علي عليه السلام بداخل الكعبة 3 أيام، ما حد يعرف شنو صار جوه. بعد مرور 3 أيام هم رجعت الكعبة انشقت، وطلعت منها أم الإمام علي وشايلته بيدها. فالإمام علي عليه السلام انولد بالكعبة. فمن طلعت وسألوها شنو اللي صار جوه، قالت لهم: إن الله فضلني على جميع النساء واختارني أن ألد في بيته العتيق. تخيل هذا الحكي، الناس ما يعرفون شنو الله، أكثريتهم كانوا كفار. وقالت لهم: ظليت 3 أيام آكل من ثمار الجنة، وفجأة سمعت صوت بإذاني يقول: أسميه عليا، فأنا العلي الأعلى، وإني خلقته من قدرتي واشتققت اسمه من اسمي، وهو أول من يكسر الأصنام ويرميها. وفعلا اسم الإمام علي هو اسم مشتق من أسماء الله الحسنى، لأن العلي هو اسم من أسماء رب العالمين. وعلى فكرة الحد هسه موجود أثر انشقاق الكعبة، إذا تروحون المكة وتروحون تحجون راح تشوفون الأثر.